أحيا فنانون وأهالي مدينة قامشلو مساء أمس الذكرى 35 لرحيل الفنان والمغني الكردي رفعت داري بزيارة ضريحه وإقامة مراسم فنية وثقافية. وبدأت الفعالية التي نظمتها هيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة واتحاد الفنانين بزيارة ضريح الفنان الراحل في مقبرة حي الهلالية، لتتواصل في مركز محمد شيغول للثقافة والفن، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت تخليدا لذكراه. وخلال المراسم قدمت عروض غنائية شارك فيها فنانون من عائلته وأصدقائه، بينهم إيفين داري ولقمان داري وعماد داري وزيدان عثمان ومحمود شاكر. واختتمت الفعالية بتكريم عدد من أصدقاء الفنان الراحل، وهم شفيق محمود ونواف شريف وحسين طوفو. في الحقيقة أستطيع القول بأن الفنان المشهور الراحل رفعت داري لعب دورا محوريا هاما في الفن والثقافة الكردية. الراحل كان يجمع الملاحم والقصص التاريخية في أجزاء كردستان الأربعة ويغنيها ويطلقها بصوته العذب. الفنان رفعت داري له فضل كبير علينا، لأننا تلقينا وأيقنا هذا الفن منه، من قصص تاريخية وملاحم بطولية وحكايات الحب في تاريخنا الكردي، وإلى يومنا هذا نسمع طربه الأصيل.